الإفراج عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بعد 15 صفعة على الوجه، وهنشوف ايه الحكاية. بس أولا بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وأتمنى اللايك من حضراتكم ونكمل حبايبي. وفاتن حمامة مواليد 27 مايو عام 1931. بدأت مشوارها الفني وهي في سن الطفولة المبكرة، بعد ما فازت في مسابقة اختيار ملكة جمال الأطفال، واستمر مشوارها الفني لغاية ما أصبحت إحدى أشهر النجمات العرب، ولقبت بلقب سيدة الشاشة العربية، وقدمت مئات الأعمال السينمائية اللي صنف عدد منها ضمن أفضل 100 فيلم في السينما. وطبعا مشوار سيدة الشاشة العربية ما كانش سهل، وكانت بتقول إن هي عانت خلال رحلتها الفنية وتعرضت للعديد من الحوادث اللي وقعت لها أثناء تصوير عدد من المشاهد، وحكت في إحدى المجلات عن بعض المواقف، ومن ضمنها الموقف اللي هحكيه لكم دلوقتي. وقالت فاتن حمامة إنها أثناء تصوير أحد أفلامها في بورسعيد قضت أكتر من 10 ساعات واقفة قدام أحد البلاجات لتصوير مشهد لا يستغرق عرضه على الشاشة إلا ثواني قليلة، وكان المشهد لازم أحد الفنانين يضربها بالقلم. وفاتن حمامة واقفة قدام المينا بتبص على البواخر القادمة في انتظار حبيبها، وكان عايز المخرج الصفعة دي تكون طبيعية، ومعجبوش في كل مرة يصور فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما وصل عدد مرات الإعادة 15 مرة. وكل ده وفاتن حمامة واقفة في الشمس الحارقة وعلى الرمال الساخنة، وفجأة غابت الشمس، فالمخرج وقف التصوير لغاية ما تعود الشمس من جديد، وفضلت فاتن حمامة في مكانها لغاية ما الشمس تيجي ويتم استئناف التصوير في نفس المكان، عشان ما يتعذرش عليهم العودة لنفس النقطة اللي تم فيها تصوير المشاهد اللي قبل كده. وانتظر الجميع لساعات وفاتن في مكانها لا تتحرك، وكاد يغمى عليها من الإرهاق والتعب وكثرة عدد الصفعات اللي على وجهها، ولكنها اضطرت للانتظار حتى يتم استئناف التصوير. وأخيرا ظهرت الشمس واستأنف المخرج تصوير المشهد، وأخيرا عجبته الصفعة وأفرج عن فاتن حمامة اللي غادرت مكانها وهي تترنح من شدة التعب والإرهاق بعد تصوير المشهد الصعب ده، وبعدما تلقت 15 صفعة على وجهها. وطبعا لكل مجتهد نصيب، واللي بيتعب بيوصل، وهي فنانة قديرة الله يرحمها، وكانت تستحق لقب سيدة الشاشة العربية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك من فضلكم حبايبي، شرفتوني. مع ألف سلامة، مع السلامة.